عارف لو فطرت بيه كل يوم يبقى انت عملت ايه؟ خدت فيتامين بي 12، د، كولين، دهون صحية، اديت لنفسك طاقة وشبع لفترة اطول. فطار مثالي للناس اللي عندها مقاومة انسولين ومش عارفين يفطروا ايه. زودت الكتلة العضلية، حسنت وظائف المخ، قللت التعرض للاضطرابات النفسية. كل ده لو خدت بيضة كل يوم الصبح. دي مش توابل، دي سموم. للأسف المونوصوديوم جلوتاميت بيستخدمها مصنعي النودلز عشان يضيفوا طعم قوي زي طعم اللحم البقري، طعم الجمبري، طعم الفراخ. للأسف بقى المادة دي بتسبب البلاهة عند الأطفال لأنها بتدمر خلايا المخ. كمان بتسبب الزهايمر وبتأثر على الكلى والكبد وبتزود ضربات القلب وبتسبب البدانة للأطفال والكبار. ويؤسفني أقول لك إنها بتسبب الإدمان لأنها بتلعب على كيمياء المخ، وبقت بتتباع دلوقتي في السوبر ماركت على انها توابل عاديه للبطاطس والفشار. في ناس ما عندهاش ثقه في حد ولا في حاجه لدرجه ان البويلر لو ما فصلش كده قدام عينيهم ما يصدقوش انه كان بيغلي ويشغلوه تاني. انت عارف انت كده عملت ايه؟ زودت تركيز الاملاح والمعادن في الميه اللي مع الوقت هيتعبوا الكلى وممكن لا قدر الله يعملوا فشل كلوي. والحل انك تزود ميه او تغير الميه خالص. وثق في البويلر، ما تخافش. دي مش مخزن سموم، ده دي اللي بتخلصنا من السموم. الكبد افضل مصدر للبروتين والفيتامينز والمعادن. كمان بتعالج الانيميا وبتقلل الشعور من التعب والاجهاد وبترفع المناعه. فكلها وانت مطمن وبطلوا تطلعوا اشاعات. حاسس ان في وجع هنا وممكن يتنقل؟ حاسس ان ضربات قلبك سريعة رغم ان الايكو سليم، رسم القلب سليم، ضغطك مظبوط، ما بترتاحش بعد الاكل، ما بتعرفش تنام كويس، عندك كحة بتزيد بالليل؟ مش هنلف وندور، ده ارتجاع مريء. من غير ما تفكر لازم تقلل وزنك وتبعد عن التدخين، وما تنامش بعد الاكل على طول، وما تنامش على خط مستقيم. شكرا. لو رحت حللت ولقيت الكوليسترول بتاعك عالي، يعني في حدود 210 213، في رأيي انا ما تاخدش دواء للكوليسترول، لانك لازم تعرف ان اهم قاعدة في علاج الكوليسترول هو اللايف ستايل بتاعك، لان اللايف ستايل ده هو اللي جاب لك الكوليسترول. فانت لو مشيت على نفس النظام يبقى انت كده ما عالجتش الكوليسترول حتى لو خدت دواء. اهم بقى قاعدة في النظام الغذائي لعلاج الكوليسترول هي انك تاكل اللي طالع من الارض مش اللي ماشي عليها. طب البروتين، اهم بروتين لمرضى الكوليسترول هو السمك، ثم السمك، وبعدين الارانب، وبعدين الفراخ من غير جلد ولا تحمير. لما جينا اتكلمنا عن الايموشنال ايتنج او الاكل العاطفي، قلنا ان الجهاز الهضمي مرتبط ارتباط قوي جدا بالمخ، لدرجه ان احنا ممكن نعتبر ان الجهاز الهضمي هو المخ التاني للجسم. عايزه اقول لكم ان كمان في دراسه اتعملت بتقول ان البروبايوتكس زي الزبادي والرايب بتعالج او بتساهم في علاج فرط الحركه ونقص الانتباه عند الاطفال، لدرجه ان هم عملوا منه كبسولات بيعالجوا اعراض التوحد عند الاطفال، لان هم لقوا تغيير كبير في سلوك الاطفال اللي عندها توحد لما خدوا كبسولات البروبايوتكس. اللي عايزه اقوله ان الاكل العاطفي او اوقات كتير من شعور الجوع اللي بنحس بيه بيجي من هنا. شايف العلامه دي ما طلعتلكش عشان انت ملبوس ولا عشان نايم بالليل زعلان. لو لقيتها مع اعراض زي نزيف اللثه وجفاف الجلد ودايما مجهد ومناعتك ضعيفه، اعرف ان انت عندك نقص في فيتامين سي، لازم تاخده من الاكل او من الدواء. لو عندك الاعراض دي اوعى تطنشها. لو بيحصل لك التهابات متكرره سواء كانت جلديه او بوليه او نسائيه، مشاكل في الرؤيه ودوخه، حكه مستمره، غثيان ورائحة فم متغيرة، عصبية ونوبات غضب متكررة، لو بتجيلك الأعراض دي أو بعض منها مصحوبة بمحيط بطن كبير، يبقى لازم تراجع أكلك وتعمل تحليل سكر تراكمي علشان تطمن على نفسك. شايف وش القهوة ده مش عشان القهوجي كان عايز يكرمك، ولا عشان هو باريستا شاطر وانت لأ، ده عشان ضايفلك فيها بيكربونات الصوديوم اللي ممكن تأثر عليك وتتعب وانت متبقاش عارف من ايه. بيكربونات الصوديوم بتأثر على الهضم وبتزود الغازات وبتدي شعور بعدم الارتياح وبتزود ارتجاع المريء وبتقلل امتصاص الكالسيوم والبوتاسيوم. لو أول مرة تعرف، شير عشان غيرك يستفاد ويطلب من القهوجي بتاعه، مش لازم تكرمني في وش القهوة. بص بقى، انا اللي جايه اقول لك رجيم الطيبين والاشرار، واوعى تشرب اللبن هيطلع لك بطن وجناب والقصص دي خالص. انا ماليش دعوه، انا جايه اقول لك معلومه محدش هيقولها لك غيري، لان انا مستحيل اشكك في فوائد اللبن. تعالى، بما ان الجو حلو دلوقتي والناس كتير قوي بتطلع تفطر بره او تطلع تفطر في البلكونه، ما تعرضش اللبن للشمس فتره طويله، ولا تشتري لبن سايب اتعرض للشمس فتره طويله، لان اللبن فيه فيتامين الريبوفلافين او فيتامين بي 2، واللي هو حساس جدا جدا للضوء وبيتكسر في اشعه الشمس. شايف العلامات دي مش علامات عشان انت اصلك تركي، ولا عشان بشرتك بيضة فعروقك لازم تبقى باينة،
اول ما تلاقيها بدأت تظهر على رجلك اجري بسرعة العب رياضة وتخلص من الوزن الزايد وتجنب الملح واشرب مية كويس جدا وكل الياف من الخضار والفاكهة. خلي بالك الدوالي مرض مش سهل وصعب التخلص منه، فالحق نفسك. لو بتجمد العيش في الفريزر عشان تحافظ عليه بس، فانت كده غلطان. انت مش بس حافظت عليه، لكن حولت النشا اللي فيه لريزيستنت ستارش لما طلعته من الفريزر وحمصته. يعني ايه ريزيستنت ستارش؟ يعني نشا صحي، امتصاص اقل، بياخد وقت في الهضم، كمان مفيد جدا للبكتيريا النافعه اللي في الجهاز الهضمي، كمان ليه مؤشر جلايسيم منخفض، يعني ما بيسببش ارتفاع مفاجئ للسكر. بس اهم حاجه اوعى تسخنه على البوتاجاز. وقف شرب قهوة لو عندك عرض من التلاتة دول، رغم ان القهوة مفيدة ومضاد قوي للأكسدة وانا شخصيا بنصح بيها، لكن لو عندك عرض من التلاتة دول وقف شرب قهوة. لو نومك مش مظبوط ادي الأولوية لنومك ووقف شرب القهوة. لو عندك قلق وتوتر، لو عندك خفقان في القلب. لما بنيجي نفتح البيضه ساعات بنلاقي شكلها كده او شكلها كده، وما بنبقاش عارفين ناكلها عادي ولا لا. طيب مبدئيا كده البيضه دي هي بيضه المائده العاديه وناكلها ما فيهاش اي مشكله. اما البيضه دي هي البيضه المخصبه، وبرده طالما ما دخلتش حضانات ونزلت الاسواق عادي فناكلها عادي وما فيهاش اي مشكله. اما بقى البيضه دي لو كان فيها نبض فما ينفعش ناكلها اصلا، لان ما فيهاش اي قيمه غذائيه. كل الفوائد الغذائيه استهلكت في تطوير جنين الفرخه او الكتكوت. تاني حاجة تعرضت لدرجة حرارة عالية لدرجة ان هي طورت الجنين، فبالتالي ممكن تكون بنسبة كبيرة حاملة للبكتيريا. لو انت عندك نقص شديد في فيتامين د، احب اعرفك ان الدواء لوحده مش كفاية، لكن انت هتعمل نفسك مع الدواء نظام غذائي فطار غدا عشاء فيه اكلات مليانة فيتامين د. يعني مثلا هتفطر صفار بيض مع مشروم، والغدا هيكون لحمة او كبدة او سمك، وخاصة السمك الدهني زي الماكريل او السلمون. والعشاء هتتعشى جبنة من مصدر حيواني. في وقت قليل جدا جدا هترفع نسبة فيتامين د وهتشوف الفرق في صحتك. ده مش لحم بقري، ولا ينفع اصلا تعتبره مصدر من مصادر البروتين، لان ما فيهوش ريحه اللحمه. مش عايزه اقول لكم مكون من ايه، بس انا هعتبر شويه بهارات وتوابل وجيلاتين. ولازم ابنك يعتمد على البيض واللبن والفول والفراخ واللحمه كاهم مصادر البروتين. ده الكبد الطبيعي اللي ربنا خلقه، وبيتحول للون ده بسبب عاداتنا الغذائية الخاطئة وبسبب تراكم الدهون عليه. وللأسف مفيش أي عرض واضح هينبهك لكده، وبدون سابق إنذار بيتحول ده لتليف، وساعتها فعلا هيفقد وظيفته. واحنا منقدرش نعيش من غير كبد. وعشان ما نوصلش للمراحل دي كلها لازم نتبع العادات الغذائية الصحية ونمارس الرياضة. عارف لو خدت فصين أو 3 قرنفل أو نقعتهم في شوية مية دافية يبقى انت عملت ايه؟ أو مسمارين 3 زي ما الناس بيسموه. خدت مضاد قوي للالتهاب للعظام والمفاصل والأسنان، خدت مسكن قوي طبيعي، ظبطت مستوى السكر ورفعت المناعة، كمان خدت مطهر معوي طبيعي. ده انت كأنك خدت قرص مالتي فيتامين طبيعي. لو ما بتقدرش تربط الكوتشي فأهلا وسهلا بأمراض الضغط والقلب والأوعية الدموية والسكر، لأن الدهون الحشوية هي بوابة دخول الأمراض المزمنة، وهي السبب الرئيسي في مقاومة الأنسولين والتكيسات عند السيدات. بتقدر تربط الكوتشي ولا لأ؟